اهي البالونه فرقعت فيك يا سيدي. بيقول لك ايه بقى؟ ان الكابتن احمد مصطفى سيد زيزو قاعد دلوقتي مع وسام ابو علي، وبيحاول يقنعه ان الفلوس مش كل حاجه، وان الاهلي هو اللي عمل اسمه ولازم يكمل معاهم. وسام ابو علي مش عايز يكمل وعايز يمشي عشان جاله عرض افضل بفلوس افضل بره النادي الاهلي. اكرم توفيق رفض التجديد للاهلي عشان جاله فلوس اكتر في قطر. رامي ربيعه رفض يجدد عشان جاله فلوس اكتر في العين. امام عاشور عايز يتم تعديل عقده عشان يتساوى بزيزو. مروان عطيه عايز يتعدل عقده علشان يبقى قريب يعني من نجوم الفريق، وما يستتبع ذلك من طلبات لباقي الفريق. ليه انا بسرد عشان لما زيزو اخذ القرار واتنقل للنادي الاهلي، طلعنا احنا كجماهير زمالك وقلنا ان القرار رقم 1 و2 و3 ومليون فيه بسبب الفلوس فقط لا غير. لكن طلع علينا جماهير الاهلي وقتها وقالت لك لا، ده زيزو جاي علشان الانجازات والبطولات وعيون النادي الاهلي. ولسنين طويله جماهير الاهلي كانت مصممه دايما في السرديه بتاعت ان ما ينفعش حد يقول لا للاهلي، وان الناس بتروح الاهلي علشان خاطر قيمه النادي الاهلي ولا ينظروا للفلوس على الاطلاق. فاتمنى ان بعد اللي بيحصل يبقوا عارفين انهم زيهم زي اي نادي تاني، زي النادي بتاعي وزي كل الانديه اللي في العالم. لو جال اللعيب اللي عندك فلوس وعرض بفارق كبير عن اللي انت بتديهوله هيقولك مع السلامه، لا هيفتكر عراقه النادي ولا اعظم نادي في الكون ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. النقطه التانيه بقى اللي هنختم بيها الفيديو هي اوضه اللبس. اوضه اللبس اللي انت كنت بتطلع قبل ما يبقى فيه فكره ان زيزو هيروح الاهلي وتكتب كده في الصفحات بتاعتك الكبيره ان الزمالك هيلبس بالونه ب 100 مليون جنيه، وده هيبوظ اوضه اللبس في الزمالك. هل انت دلوقتي تقدر تعترف ان صفقه زيزو وقبلها صفقه امام عملت مشاكل في اوضه اللبس بتاعتك؟ البالونه فرقعت عندك انت يا نجم.